السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أدريجين. اليوم سنقدم لكم تحليلا مفصلا لتوقعاتنا لمباريات الربع النهائي من كأس العرب 2025 بناء على المستويات التي قدمتها المنتخبات في دور المجموعات، إضافة إلى قراءة شاملة لمسار البطولة وصولا إلى النهائي. هذه التوقعات ليست عشوائية، بل مبنية على أداء المنتخبات، انسجام اللاعبين، الجانب التكتيكي، وجاهزية كل فريق للمرور إلى الأدوار المتقدمة. نبدأ من الجهة اليسرى في شجرة البطولة، حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره السوري. المنتخب المغربي ظهر بثبات كبير في دور المجموعات، سواء من ناحية التنظيم الدفاعي أو من ناحية خلق الفرص الهجومية. يمكن القول إن المغرب يدخل هذا اللقاء كمرشح قوي للمرور إلى نصف النهائي، خاصة أن خط وسطه قادر على السيطرة على نسق المباراة. في المقابل، يقدم المنتخب السوري أداء محترما، لكنه يواجه قوة هجومية وسرعة مضاعفة من لاعبي المغرب، وهذا ما يجعل توقعنا يميل لصالح المنتخب المغربي في هذه المواجهة. المباراة الثانية ستكون بين الجزائر والإمارات. المنتخب الجزائري قدم مباريات مقنعة جدا، يتميز بتنظيم جيد في الخط الخلفي وهجمات سريعة تستغل المساحات. الإمارات لديها عناصر مميزة، لكنها تواجه منتخبا شرسا يعتمد على الضغط العالي والفاعلية أمام المرمى. بناء على الأداء الأخير، نتوقع أن يتمكن المنتخب الجزائري من فرض شخصيته في هذه المباراة والعبور إلى نصف النهائي لملاقاة المغرب في مواجهة عربية كبيرة. على الجهة اليمنى من الشجرة لدينا مواجهة قوية تجمع بين السعودية وفلسطين. المنتخب السعودي يملك خبرة أكبر وقدرة على التحكم في الرتم، إضافة إلى خط هجوم فعال. في المقابل، المنتخب الفلسطيني يقاتل دائما، لكن قد يواجه صعوبة أمام قوة السعودية، لذلك توقعنا هو تأهل السعودية إلى نصف النهائي. أما المباراة الأخيرة في ربع النهائي فهي بين الأردن والعراق. المنتخب الأردني قدم أداء لافتا في مباراته الأخيرة، واستطاع تحقيق نتائج مهمة. يمتلك انسجاما واضحا بين خطوطه وقدرة على استغلال كل فرصة للتسجيل. العراق يملك عناصر شابة وقوية، لكن تذبذب الأداء قد يلعب ضده في هذه المرحلة، لذلك نتوقع أن الأردن سيكون قادرا على خطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم. نصل الآن إلى توقعات نصف النهائي. نصف النهائي الأول سيكون بين المغرب والجزائر، وهي مباراة كلاسيكية عربية قوية تجمع منتخبين لهما طموحات كبيرة في البطولة. المغرب يقدم استقراراً فنياً أعلى وتنظيماً واضحاً في اللعب، إضافة إلى قوة كبيرة في الأطراف. الجزائر كذلك منافس صعب، لكن خلال هذه البطولة عناصر المنتخب المغربي تبدو أكثر جاهزية، لذلك توقعنا يميل إلى فوز المنتخب المغربي وبلوغه النهائي. النصف النهائي الثاني بين السعودية والأردن. في مثل هذه المباريات التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم. المنتخب الأردني أثبت أنه قادر على الفوز في المباريات الكبيرة، كما أنه يتمتع بإيقاع قوي وانضباط تكتيكي يجعله من خصم صعب للغاية. السعودية لديها لاعبون مميزون، لكن مستوى الأردن خلال الآونة الأخيرة يرشحه لتقديم مباراة قوية والفوز بها، لذلك نتوقع تأهل الأردن إلى النهائي. وبهذا نصل إلى النهائي الكبير المتوقع، المغرب ضد الأردن. هذه المواجهة ستكون مباراة تكتيكية تجمع بين فريقين يمتلكان قوة بدنية وتنظيما عاليا، ومع ذلك المنتخب المغربي يبدو أكثر جاهزية من ناحية العمق في التشكيلة والقدرة على التحكم في المباراة وصناعة الفرص في الثلث الأخير من الملعب، لذلك توقعنا النهائي هو فوز المنتخب المغربي وتتويجه بلقب كأس العرب 2025 بعد مشوار قوي ومقنع. إذا أعجبكم هذا النوع من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناة أدريجين، لأننا نقدم تحليلات، توقعات وملخصات يومية لكل مباريات كأس العرب، إضافة إلى قراءة فنية دقيقة لمستوى المنتخبات. دعمكم يساعدنا على تقديم محتوى أفضل والاستمرار في تغطية البطولة لحظة بلحظة. اكتبوا توقعاتكم في التعليقات ومن ترونه الأقرب للقب هذا العام. نلتقي في فيديو جديد.